السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مسا على أحلى صحبة في الدنيا، صحبة في المطبخ مع عم يوسف. النهاردة هنعمل الفطير بطريقة سهلة، لازم تعمليه، لازم تتشجعي وتعمليه. أنا وراكي وراكي لحد ما تعملي الفطير وما تقلقيش منه. أولا عشان أنا بوريكوا إن الفطيرة تبقى طرية أول ما نطلع من الفرن، هنغطيها بكيس فكده هتبقى طرية. هنسمي الله ونبتدي بقى. أدي كيلو دقيق، حطيت عليه بذرة ملح، جبت كوباية حطيت فيها معلقة سكر ومية دافية، وهقلبها عشان السكر يبقى دايب، وهنزل بيها على العجين. انا بالنسبه لي حاطه كيلو دقيق حطيت عليه 600 جرام ميه، يعني 3 كوبايات ميه. انتي بقى ده انا دقيق الاهرام. انتي لو دقيقك نوع تاني، ابتدي حطي على الكيلو مثلا كوبايتين وابتدي زودي سنه سنه. انا طبعا ما حطيتهمش برضو على طول، انا حطيت كوبايتين وكنت بحط شويه شويه لحد ما لقيت العجينه ظبطت وناعمه وملزقه في ايدي، عشان لما هعجنها هتشد معايا وتنشف. يعني اول ما لقيت العجينه حلوه كده وملزقه، بس كده خلاص هشتغل عليها بقى عجن، وبعدين هنزلها على الرخامه وهاتشي عجن فيها لحد ما يبان لها صاحب. طبعا انا مرضيش استعمل العجان، استعملت بايدي عشان ايه؟ ابين لكم ان الموضوع مش هستصعب واروح اجيب العجان واضربها فيها. انا بعمل لكم بايدي عشان تستسهلوا الموضوع، وكل واحده تروح جايبه وعامله. لو انتي مش عايزه تعملي كيلو، ابتدي بنص كيلو دقيق زي ما انت شايفة. انا هاتي عجن يمين وشمال، وجبت لكم العجن شوية عشان خاطر تشوفوا. يعني على الرخامة كده نضفيها الاول يعني صبنيها وبمنديل نظيف، وبعد كده هاتي عجن فيها. سيب بقى العجينة ترتاح على جنب. وجبت الميزان وحطيت 370 جرام زبدة. طبعا مش لازم تستعمليهم كلهم، على حسب اللي انتي بتحبيه، ممكن تستعملي 250 جرام، ممكن تحطي كده بالويم. اقول لكم حاجه يا جماعه، انا بوريكم الطريقه. ممكن نبقى انا ما حاولتش ادورها ولا اعمل لها حاجه مظبوطه، انا اشتغلتها كأن واحده بدائيه بتشتغل. طبعا انا بورقها وبفردها زي الفلاحين وبعمل طرق كتير، بس انا حبيت اعمل الطريقه دي، اسهل طريقه لاي واحده بتبتدي تعملها. زي ما احنا شايفين، بس معلش دي محتاجة نشابة، مش هينفع بإيدك عشان العجينة بتبقى ناشفة شوية، ولما بتجيبي الزبدة تحطيها فيها بتبقى ناشفة أكتر. فمعلش النشابة دي مش هتلاقيها غالية، ب20 جنيه ب30 جنيه هتحطيها عندك وهتعملي بيها أي حاجة انت عايزاها، ومش هتستغني عنها بعد كده. زي ما انتوا شايفين انا فردت عجينتي اللي هي بتاعت الكيلو كاملة، سمك كده بتاع نص سنتي. وبعدين الزبدة بتاعتي اللي سبتها يعني لحد ما بقيت تتحرك بإيدي كده وناعمة، وابتديت بس ما تسحش، ابتديت افردها بالتساوي على العجين كله زي ما انتوا شايفين. سبت حتة في الطبق، لو انتوا شايفينها هتشوفوا بعد كده هنعمل بيها ايه. يبقى انت ممكن تحطي مج زبدة،